مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده الحلقه الاخيره من ساكورا الكحيان، والحلقه كلها اثاره وحماس ونهايه غير متوقعه لساكورا. قبل ما نبدا الحدوته ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدينا اللايك الجميل بتاعك للفيديو ده. يلا بينا نبدا الحدوته. وبفكركم بالحلقه اللي فاتت وهي اختيار ساكورا رائد للفصل، وبيكون مساعدينه سو ونيري، وأميميا بيستضيفهم على السطح بتاعه عشان يعرفهم على جماعه بوفرين الاربعه. اما نيري لما بيشوفهم بيبتدي يتلجلج ويتهته في الكلام وبيقول بص يا ساكورا عاملين ازاي، شكلهم يخوف، انا عمري ما شفتهم كلهم متجمعين بالشكل ده. وساكورا بيبص له باستغراب وبيقول له يا جدع انت مش متخيل دول جماعه بوفرين الاربعه، انا مش مصدق نفسي. وطبعا نيري بيقول له كل فرقه باسمها وبيقول له دول الجوهره العظمى كلها هنا في البلد، وأميميا بيرحب بيهم. ولكن قبل ده كله كان في حاجه لازم يقولها لهم، ودي بتكون بالنسبه له حاجه مهمه قوي، وبيطلع بحاجه تافهه زي العاده وبيقول لهم زراعه الشتلات بتاعتنا كبرت السنه دي عن كل سنه ومن غير اي حاجه. وبصوا بقى طولها عامل ازاي. واحد منهم بيرد عليه بيقول له يا راجل خليك حكيم وقول حاجه مفيده. وبيقول لهم أميميا ده سغشتا كمان هو اللي بيروي الزرع بنفسه، واحنا عندنا طبعا مزارعين كتيره جدا، وعلشان كده الاكل هيكون كتير قوي ويكفي الناس ويفيد منهم كمان. احنا عايشين بس هنا عشان نخدم بوفرين كلها، وهنعمل حفله شوي في الصيف وكلكم هتشاركوا فيها كل فصل بالرائد بتاعه. واحد بيقول له مش ده وقت مناسب يا أميميا للكلام ده. واحد منهم بيقول له رجاله الصف الاول موجودين، ما يا أميميا تخفف نفسك كده وتدي لهم عنوان. وأميميا بيقول لهم عنوان مره واحده، انا بس مش عايزه ارطسهم، انا هديهم عنوان رايق زيهم. وبيرحب أميميا بالكل، وأميميا بيقول لهم مهما زادت قوتي مش هقدر ان انا ادير المدرسه كلها واخطط لكل حاجه بنفسي، الموضوع كبير قوي ومحتاج ان يكون فيه اكتر من حد موجود يدير المدرسه تحتيه. والكل طبعا بيكون في حاله ذهول، وبيقول هو أميميا هيسيب المدرسه ولا ايه؟ وبيقول فعلا انا ممكن اسيبها لواحد يديرها وانا مش هوصيكم، ولازم كل واحد يخلي باله من مسؤوليته ويساعدوا بعض. وبيقول لازم نرحب بكل فرقه مع الرائد بتاعها، وبيرحب طبعا بفرقه الصف الثاني وفرقه الصف الاول اللي هي ساكورا وجماعته. وطبعا كل اللي موجودين بيغلسوا على ساكورا جدا، وعارفين ان ساكورا رجل مشاغب ومش بيسكت. وبيرحب أميميا برائد الفصل الثاني وبيقول له خلي بالك من ساكورا رائد الفصل الاول، ومعاهم طبعا نيري وسو، وبيقول لهم انتوا رجاله يعتمد عليكم فعلا والفصل الثاني هيساعدكم ويقول لكم كل خبراته ايام ما كان في الصف الاول. وساكورا بيكلم رائد الفصل الثاني وبيقول له انت هتساعدني، وبيرد عليه بيقول له اساعدك ليه؟ هو انت شايفني اخوك الكبير؟ اعتمد على نفسك شويتين. وبيكون بياكل مصاصه وبيقول له انا لسه طفل صغير مش قد الكلام ده. وساكورا بيقول له ما انا عارف ان انت طفل فعلا. واصحابه بيقولوا له يا راجل خلي بالك من كلامك، هتخلي ساكورا يمسك علينا كلام. وساكورا ورجالته بيرجعوا الفصل من تاني اللي بيكونوا مستنيينهم بكل شغف. ونيري بيقول لهم على اللي حصل فوق وانهم شافوا زعماء بوفرين الاربعه، وقعد يحكي لهم على كل حاجه، وتلاميذ الفصل كانوا هيموتوا ويشوفوهم. اما رجاله الفصل بيكونوا بيتمشوا في الشارع وبيلاقوا 3 رجاله في وشهم لابسين بدل تنكر او بدل وقايه، بدل شكلها غريب. وطبعا الرجاله دي لما بيشوفوا ساكورا بيرحبوا بيه وبيقولوا له يا راجل احنا بندور عليك من زمان. وبيكون لبسهم زيهم بالظبط، مصمم بشكل معين، جاكيت ابيض ومرسوم عليه زي عظم التنين الازرق، حاجه كده مختلفه عن الكل. وسو بيقول لهم هم جماعه على قدهم حبتين يعني مش كتار وما لهمش اي صيت عالي وشكلهم بيدوروا علينا فعلا. وبيكملوا مشي وبيلاقوا واحده عماله تصرخ وبتقول الحقوني في مشكله الواد هنا هيموت. وطبعا ساكورا بيروح وبيكون كله شغف يشوف ايه اللي بيحصل هناك، وبتقول الولد شكل ما فيهوش نفس، والست بتحاول تقوم فيه والولد فعلا بيكون فايق. وبيقول لها انا خلاص فوق. بتقول له تعالى اقعد عندي هنا في المحل، ولكن هو بيقول لها لا دي حادثه صغيره، ده كلب كان بيطاردني وانا استخبيت هنا. وساكورا طبعا واصحابه ما بيهداش الموقف على كده، بياخدوا الولد معاهم للكافيه ويقعدوا يتكلموا معاه يجرجروه في الكلام. وبيقول لهم فعلا قابلت كلب كبير جدا شبه الدب وقعد يجري ورايا لحد ما استخبيت في المكان اللي انا فقدت فيه الوعي ده. وواحد منهم بيقول له هو فين مكان الدب ده او الكلب اللي انت بتقول عليه؟ وساكورا بيقول له لو عايز تكذب كذبه تكون مفهومه حبتين اكذب كذبه غير دي. وكلهم بيقولوا له الكذبه باينه يا صديقي، ده ساكورا بنفسه عرف، لان ساكورا بيصدق كل حاجه بتتقال له. والولد بيقول لهم احلف لكم بان كل حاجه صح وان انا مش بكذب ودي حقيقه فعلا. والطالب ده بيتهرب منهم وبيقول لهم انا ورايا حاجات كتيره هروح اعملها واستاذنكم بقى يا رجاله، بس هرجع اشرب مانجا ان شاء الله معاكم المره اللي جايه. وصاحبه الكافيه بتقول له انت رايح فين؟ انت لازم ترتاح
شويه، انت نزفت دم كتير. وبيبتدي يسيبهم ويمشي، والست ما بتلحقوش عشان تديله شويه اكل، وبتقول هم كده جماعه بوفرين اهم حاجه عندهم يحموا البلد. وكمان بتقول للرجاله اللي قاعدين اطلبوا اللي تحبوه وانا هقدمه لكم، انتوا زي عيالي برضو. وسو بيقول لهم انا شاكك ان الجماعه الغريبه دول هم اللي اذوا انزاي، وهو مش عايز يقول حاجه وخايف من حاجه او مخبي حاجه كبيره. ونيري بيسال ساكورا لو انزاي فعلا في ورطه احنا لازم ننقذه ونساعده ونكون جنبه. وساكورا بيقول له اهدى انت بس، حتى لو هم اللي ضايقوه هو ما قالش ولا كلمه ولا عايز ان احنا ننقذه، شكله عايز ياخد حقه منهم بنفسه او مخبي حاجه كبيره مش عايزنا نعرفها، واحنا مش عارفين هو عايزنا ننقذه ولا لا. ونيري بيقول له انت مش عايز تساعده ولا ايه يا ساكورا؟ وبيفتكر ساكورا كلام أمومية اننا لازم نساعد اللي حوالينا وننقذهم مهما كانوا هم مين. وبيمشي ساكورا والست العجوز بتحضر له شنطه اكل قبل ما يمشي، وبتقدم للباقيين باقي الاكل. وانزاي بيكون قاعد ومتضايق من اللي حصل له ومش قادر يستنجد بجماعه بوفرين، وبيحكي للي حصل له في شارع السوق، وبيقول انا لازم اتولى الامر بنفسي. ولكن صاحبته بتحاول تواسيه وبتقول له ما تستنجد بجماعه بوفرين يمكن يعملوا لك حاجه، فبيقول لها لا انا لازم اتولى الامر بنفسي ده مهما كان صاحبي. وساكورا بيحضر وبيقول لها انا سمعتكم وعايزك تحكي لي كل التفاصيل بالظبط، انا زميله في الفصل. وبتتفاجئ جدا من ساكورا انه من جماعه بوفرين زيه زي انزاي، وبتقول لساكورا انا وانزاي كنا اصدقاء من الطفوله وكنا بنلعب سوا، وجه واحد معانا جديد اسمه نجاتو وكنا على طول مشاكسين مع بعض، وكان نجاتو لطيف جدا وكويس جدا معانا. وجينا في الثانويه احنا الثلاثه اتفرقنا، كل واحد راح ثانويه مختلفه، ولكن اتفقنا ان احنا هنكون احنا الثلاثه اصدقاء للابد حتى بعد ما اتفرقنا. وفي مره رحت بعد فتره كبيره ازور انزاي ولقيته في وشه علامات، فقلت له انت عمال تتخانق وتشاكس مع الناس ولا ايه؟ فراح قال لها لا انا هاجمني فريق اسمه عارضه لاني شفت واحد منهم بيسرق محفظه وما كنتش قادر امسك نفسي، وده كله كان خارج دايره بوفرين، ولما مسكته طلع نجاتو صاحبي وابتدى يصرخ وابتدى يضربني ويجري مني، وانا حتى ما كنتش عارف اعمل له حاجه. وساكورا بيقول لها ايه رايك نجيب نجاتو هنا داخل البلد؟ هو بتقول له ازاي؟ انزاي بيقول ما ينفعش اي حد خارج بوفرين يدخل البلد ويعيش فيها. وساكورا بيقول لها سيب الموضوع عليا، انا وانزاي صحاب وزملاء فصل واحد، وسيب الموضوع عليا وانا هتصرف. وساكورا بيفتكر كلام كوتا ان هو لازم يساعد الكل. وساكورا بيقول لها انا همشي عايزه حاجه، فبتقول له لا انا جعانه، فبيقول لها انت قصدك على الاكل اللي في ايدي، انت موجوعه قوي انا مش هديكي منه حاجه. وساكورا بيكون سخيف جدا معاها، وبيمشي ساكورا وبيدخل الفصل وبيركز مع انزاي ومع كلامه اللي بيحكيه للفصل، وبيكون عارف ان هو عمال يكذب ويهري في كدبه وحدوته ملهاش اي اساس من الواقع. وفي طالب منهم بيقول لانزاي انا جايب لك رساله، وانزاي بيقول له هي من مين؟ فبيقول له من واحد كده اللهم اجعله خير لابس ومتخفي. وانزاي بيتخض قوي وبيفتح الرساله وبيلاقي فيها صوره غريبه وبيطلع يجري، وشكله بيترعب من الرساله اللي شافها. وساكورا بيطلع يجري وراه مع انه ماليش في الحدوته، ولكن بيقول لانزاي انا عرفت كل حاجه وصاحبتك حكت لي كل حاجه. وبياخد منه الرساله وبيشوف وبيلاقي صوره انزاي، وبياخد منه الصوره وبيتفرج عليها بيلاقي صاحب انزاي مضروب ومستنيينه في مكان معين. وانزاي بيقول له الحكايه باختصار اني لقيت شخص بيسرق محفظه وانا قلت امسكه واخد منه المحفظه، ولقيته صاحبي للاسف نغوتو، ولما مسكته ضربني وطلع يجري، وانا ماشي لقيت نغوتو هو واصحابه عمالين يضربوه بيحاولوا ياخدوا منه كل حاجه، ورحت انقذه من اللي بيضربه من اصحابه، ولكن نغوتو قال له ما تتدخلش بينا وهجم عليا وابتدى يهرب مننا كلنا. وانزاي مش عارف يعمل له حاجه ولا ينقذه من اللي هو فيه، والصوره فيها صاحبه بيبكي وانه محتاج ينقذه. وساكورا بيروح معاه ويقول له ما تقلقش احنا هنروح وهننقذ صاحبك منهم لاني وعدت صديقتك ان انا هنقذكم. وانزاي بيلاقي الفصل كله مستعد يدافع عنه ويدافع عن صاحبه، وطبعا ساكورا وباقي الفريق بيروحوا مع انزاي عشان ينقذوا نغوتو. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حلقه النهارده، ودي بتكون الحلقه الاخيره من مسلسل ساكورا.